الله! بصراحة يعني منتخب المغرب حاجة عالية جدًا بصراحة. يعني النهارده بيكسب أول مباراة ليه في كأس العالم كرة الصالات أو الفوتسال كما يسمونها في المغرب، وبيكسب 4-2. ممتاز، ممتاز جدًا. جمهور المغرب فرحان، جمهور المغرب فرحان جدًا، ولكن جمهور المغرب بيقول لك طب أنا كسبان رابع آسيا 4-2، مع إن المنتخب الطاجكستاني برضه منتخب كويس مش وحش، ولكن النهارده جمهور المغرب عايز يقول لك إيه، لأ أنا كان المفروض أكسب 10. كان المفروض يكسب 8. حقه، لأن أنت واثق في فرقتك وواثق في لعيبتك إن أنت النهارده عايز تقول للعالم كله إن أنا جاي أنافس على كأس عالم للكرة الخماسية في أوزبكستان. حقك مشروع جدًا، أنت بتتكلم النهارده تالت عالم في الدورة الأولمبية ورابع عالم في كأس العالم الكبير، فالمشروع المغربي لكرة القدم ما استثناش نفسه عن الكرة الخماسية وقال لك لأ إحنا الكرة الكبيرة بس أو الكرة ال11 بس، لأ هو قال لهم إن أنتم النهارده الكرة المغربية بالكامل، حتى كان ممكن يكون على مستوى الصم والبكم والكلام ده كله، ولكن النهارده المغرب بتقول للعالم كله إن أنا رايحة حتى كمان أنافس على كأس العالم للكرة الخماسية، والنهارده المغرب بنشوفها داخلة بقوة جدًا وعايزة تنافس فعلًا على كأس العالم للكرة الخماسية. حق المغرب إن هي تنافس على كأس العالم، حق المغرب إن هي تنافس. الصراحة. تمتلكوا قوام كبير جدًا، وبعدين ده كمان النهارده غير إن منتخب المغرب اللي مشارك أصلًا في كأس العالم هو كمان تلات أرباع منتخب هولندا كمان، هولندا باتكلم في منتخب هولندا، اللعيبة المغاربة المجنسين للمنتخب الهولندي بالكامل تلات أرباعهم كلهم ينتمون لدولة المغرب. والسلام عليكم ورحمة الله.